على الراديو، راديو دوجما 3.10. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. صباح الخير أحبائي. الحلقة رقم 11 من كلمة وملعبكاني في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 4 الآية 11. وبالمناسبة هي اسمها كورنثوس مش كورنثوس. الإصحاح 4 الآية 11 البعض مننا ينطقها بطريقة غير صحيحة. بتقول الآية: إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. نجوع ونعطش ونعرى. نعرى يعني نتعرى. بولس الرسول بيقول إن احنا من أجل الكرازة باسم ربنا يسوع المسيح تعرضنا للجوع والعطش وللعري. كمان تعرضنا لهدومنا بليت وهدومنا ادمت واتقطعت لدرجة ممكن نقف قدام حكام وولاة واحنا هدومنا متقطعة او عارية. وكل ده ما بيخجلش بولس الرسول، لانه ده بيكون من اجل الكرازة باسم ربنا يسوع المسيح. فالكلمة اسمها ونعرى لان الماضي بتاعها عارية. العبارة اللي بعد كلمة نعرى يقول ونلكم. البعض مننا ينطقها ونلكم. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم. هما الخدام مش بيلكموا الناس، مش بيضربوهم بالبنية يعني. لا، ده بولس الرسول بيقول احنا اللي بنلكم، احنا اللي بنضرب بالبنية. يعني البنية النلكم يعني باللكم على الوجه. وبولس الرسول هنا كخادم هو يشبه السيد المسيح في خدمته، لأنه في متى 26:67 بيقولوا على ربنا يسوع المسيح. الآية بتقول: حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه. لكموه جاية من كلمة نلكم. نلكم دي فعل جمع. وهنا لكموه وآخرون لطموه على وجهه. فلكموه يعني ضربوه بالبنية، أو زي ما بيتقال كده في العامية ضربوه باللكامية في وشه يعني. ودي الحقيقة صفات الخادم في كرازته، انه يتحمل الجوع والعطش واي تعب، حتى لو وصل انه يتعرى ويلكم من اجل خدمة الكرازة ومن اجل الكرازة باسم يسوع المسيح. وبولس بيقول كمان ليس لنا اقامة، يعني كمان ملهوش مكان يكرز، ملهوش مكان ينام فيه من بسبب الكرازة، فهو دائم التجوال. وكل الهوان ده هو من صفات الخدام. في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني الآية 18 بيبتديها كده يقول: أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة. وبعد كده بيكمل بيقول إيه: لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. ايه المجد اللي هتنتظروه وانتوا بتتضربوا وبتتعذبوا وانتوا مخطئين كخدام؟ لا، ده بيقول لهم: بل ان كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. لو الخدام احنا بنتألم في خدمتنا من اجل عمل الخير وبنصبر على اتعاب الخدمة، ده بيكون ليه فضل عند ربنا. لكن مفيش فضل عند ربنا لخادم وهو بيخطئ بيتضرب عشان يكرز، فالخطية اللي بيعملها تضيع خدمته. وبيأكد كده في رسالة بطرس الأولى بيقول: لأنكم لهذا دعيتم. في الإصحاح الثاني الآية 21: أنتم لهذا دعيتم للآلام من أجل الخدمة، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. يبقى نرجع للآية بتاعت كورنثوس الإصحاح 4 الآية 11. العبارة بتقول إيه؟ إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم. نعرى مش نعري، ونلكم مش نلكم. كلمة وكانت ملعبكاني، لكن لما نطقتها صح وفهمتها صح ما بقتش ملعبكاني. على الراديو،
راديو دوجما 3.10.